بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج قضايا مصرية، كنا وسنكون سفراء الحقيقة أينما كانت، ونبحث كل المشكلات ونحاول حلها بموضوعية وشفافية. طبعا كلكم انتظرتوا موضوع مشكلة عوض حبلس ومشكلة الراجل اللي بنى بيته واتهد في منشية عباس. سريعا هنقول الراجل اللي بنى بيته واتهد في منشية عباس اللي هو طلع له تصريح هدم وما طلعلوش تصريح مباني. اما تواصلنا قالوا لنا ان المكان ده املاك دوله، والبيت كان قايل للسقوط وهدوا البيت عشان ما يقعش على حد. واحنا متواصلين برضه، هنتواصل مع املاك الدوله ونشوف حل الراجل ايه. اما موضوع عوض حبلس، موضوع عوض حبلس طبعا قعد معانا الشيخ محمد وقعد معانا الاهالي جماعه البربري، وقعدوا معايا قالوا لنا حاجات كتيره، هنقول لكم تفاصيل منها. حاجات كتيره ان كان في مشكله كبيره بين الناس دي وبعضها. جه الشيخ محمد جاي هو مجموعه معاه على الكلام اللي قاله لي الشيخ محمد، وجايين لقوا عوض ومجموعه معاه بيفحروا قدام البيت. فقال له يا عوض انت بتعمل ايه؟ قال له انا بفحر صرف. من هنا لا ما تفحرش، لا هفحر. الناس اللي مع عوض مسكوا في مين؟ في الشيخ محمد والمجموعه اللي معاه، فحصل تعديات وحصل اصابات. وقال لك ان عوض كمان شتم وعمل، ده كلام على ما قاله الجماعه دول. وقال لك عشان كده وقفوا البعض. طبعا الشيخ قال لك ان هو ليه طالع له ومعاه ورق بالكلام ده، ان طلع له 300,000 او 500,000 حق ميت على الترابيزه. وطبعا المشكله قايمه حتى الان، طلبوا قعدات مع عوض متمنع من القعده، يعني حاجات كده كتيره ان تسببت في المشكله. الحاجات دي اتسببت في المشكله القايمه بين عوض وبين جماعه البربري زي ما قال، والكلام ده منقل عن الجماعه. قلت لهم طب عايزين تطلعوا معايا وتعرفوا الناس؟ قالوا لا احنا مش هنطلع وكده، في لبس في الموضوع. فانا هسيب الكلام ده لكم. هل هنا قبل ما انسى معلش، الشيخ قال احنا مضين عوض على الكلام ده وبيعرف يكتب. انا شايف امضة عوض، واما كلمت عوض تليفونيا قال لي انا بعرف اكتب بس قرايتي في الايه؟ قرايتي ضعيفه. فالنهارده هل السؤال هنا، هل طبعا هنبقى في تواصل بين البربري وبين طبعا اهل الخير، بحيث ان احنا يا نوصل لحل معاهم او نوضع حلول في هذا الموضوع عن طلب الاهالي. هنا هنشوف الوضع هيبقى ايه، وهتواصل معاكم اول باول. ودي كانت حقيقة الملابسات في انهم مش راضيين يدخلوا العوض الميه والصرف. ازاي؟ لانهم مضوه كمان على ان هو ملوش لا ميه ولا صرف. وعوض قال انا مضيت ما بعرفش اقرا واكتب قد كده، ولكن في امضى العوض قال انا فعلا كتبت بس ما اعرفش اقرا بالتفصيل. فاحنا هنشوف الوضع ايه بالظبط تاني وهنتواصل، لاني انا عندي احد اهالي جماعه البربري قال انا عايز اطلع معاك على الهواء مباشره واتكلم برضه زي ما عوض اتكلم. قلنا له ماشي تمام، احنا في انتظارك. كان معادي مع امبارح ولكن هو ما جاش، فاضطريت ان انا اطلع اعمل الحلقه دي علشان نعرف الحقيقه. هل هنا من وجهه نظر الجمهور عوض لحق في الميه والكهرباء ولا ملوش؟ ونشوفكم تاني.